السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم على كذا حاجة خاصين بالتعويم والدولار. في 26 إبريل اللي فات، يعني من شهرين تقريبا، هتلاقيني منزل فيديو هنا على الصفحة يوم 26 إبريل بتكلم فيه وبقول لما كان كل الناس بتقول خلاص التعويم جاي التعويم جاي هنعوم، طلعت أنا في الفيديو ده، ممكن ترجعوا له الناس اللي ما شافتوش، وقلت رأيي إن مفيش تعويم دلوقتي. وقلت لو أنا حطيت نفسي مكان المسؤول مش هينفع أعوم إلا لو في إيدي رقم محترم من الدولارات يخليني أقدر أتحكم وأقضي على السوق السوداء وأعوم براحتي بقى. طول ما ده ما حصلش مفيش تعويم. أنا قلت كده ساعتها والفيديو موجود. ده نفس الكلام اللي كل التقارير الدولية والمحلية طالعة تقوله الفترة دي. طيب الأول هنتكلم النهارده عن حاجتين. أولا، بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي الدنيا اتقلبت عليها، لما قال لو كان تحرير سعر الصرف أو التعويم هيضر بالأمن القومي المصري أو هيأثر على الشعب المصري، فلا لا لا لا. وفي نفس الوقت قال لك حتى لو ده هيتعارض مع، طبعا احنا عارفين كلنا مع مين، مفيش غيره الصندوق. بعد الكلام ده موقفنا ايه من صندوق النقد الدولي، او موقف صندوق النقد الدولي مننا ايه؟ هل هيدينا القرض؟ طب لو ما اداناش القرض الدولار هيروح فين والجنيه هيروح فين؟ دي حاجة. تاني حاجة، طلع تقرير، وده مش مجرد تقرير وهقول لك ليه، لبنك جولدمان ساكس، ده بنك امريكي. وليه مش بقول لك مش اي تقرير؟ لان التقارير كل يوم بيطلع تقرير عننا من بنك اجنبي، كل يوم تقريبا، يعني الدولار رايح فين والجنيه هيروح هيعمل ايه والقصص دي كلها. بس التقرير ده بالذات لازم نخلي بالنا منه. ليه؟ لان الكلام اللي طالع على لسان مسؤول البنك، البيان اللي طلع ونزل في كل حته، بيقول لك ان كلامهم ده خدوه بعد ما عملوا زياره لمصر الاسبوع اللي فات وقعدوا مع مسؤولين في السياسه الماليه. يعني مش كلام بيقولوه من دماغهم وخلاص، لا، دول قعدوا مع مسؤولين عندنا في السياسه الماليه. طيب نتكلم الاول عن جولدمان ساكس وبعدين نرجع للصندوق. جولدمان ساكس قال لك ايه؟ قال لك احنا شايفين، انا كبنك شايف ان مصر في حاجه لضخ 5 مليار دولار من الاحتياطي الاجنبي بتاعها غير المربوط عشان تقدر تعوم بقلب جامد. قال لك طب وال 5 مليار دول هتجيبهم منين مصر؟ ده هو اللي بيقول يعني البنك. قال لك تجيبهم من بيع بعض الحصص في الشركات ال 32 شركه اللي قالت عليهم مصر. اول ما تحصل على 5 مليار دولار دول تبدا تضخ فيهم في السوق عشان تقدر تعوم بقلب جامد. ده وجهه نظر البنك. وفي نفس الوقت طبعا الكلام ده كله انا رافضه وشايف ان دي توريطه لمصر، لا 5 مليار ولا 10 مليار، مفيش الكلام ده كله. طول ما عندكش انتاج، حتى هو البنك بيناقض نفسه. يعني هو قال لك ال 5 مليار هتخلي مصر تعاون بقلب جامد، وفي نفس الوقت يقول لك ايه في نفس التقرير؟ يقول لك لكن لو مصر ما عندهاش سيوله دولاريه كفايه، ده مش هيساعدها، حتى لو ضخت مش هيساعدها ان هي تقضي على سوق السودا للدولار، وهيؤدي في نفس الوقت لارتفاع كبير في سعر صرف العملات الاجنبيه مقابل الجنيه. طب ازاي حضرتك؟ امال 5 مليار ايه اللي لو اتضخوا هيظبطوا وهيخلوها تعوم بقلب جامد وبتاع؟ مفيش الكلام ده. انا مش مع الكلام ده، وشايف زي ما قلت لكم ان دي توريطه. دي توريطه يعني ايه؟ هوب سخن سخن سخن. طب ال 5 مليار اتضخوا في السوق، بعد ما يخلصوا حضرتك ال 5 مليار، 5 مليار ايه؟ ده احنا عندنا بضائع في المواني كل شهرين ثلاثه نسمع ان في بضائع في المواني ب 10 مليار وب 14 مليار و15 مليار يدخلوا السوق، والدوله توفر ليهم الدولارات تدخل السوق وبعد كده تتجدد تاني نفس الازمه. 5 مليار ايه اللي هيعملوا الحل السحري ده حضرتك؟ انت جاي تورطنا؟ دي توريطه. يا ريت المسؤولين ما يسمعوش الكلام ده خالص، ديليت، يا ريت، ده نصيحه مني لو ليا حق نصيحه يعني. طيب ده الخاص بالبنك. البنك هنا سمى ال 5 مليار دولار دول صندوق الحرب. ليه مسميه صندوق الحرب؟ لان بيقول لك ان هو ده بما يعني
المنقذ، ده اللي هينقذ الاقتصاد المصري ويطلعه من مشكله التعويم اللي مش عارف يكملها، لان هم شايفين المفروض ان الجنيه يتعوم تاني. فصندوق الحرب اللي هو ب5 مليار دولار دول من وجهه نظر جولدمان ساكس الامريكي هم دول اللي هينقذوا الاقتصاد المصري ويحلوا مشكلته. ده من وجهه نظري، زي ما قلت لكم كده كلام ملوش اي لازمه خالص. هتقول لي وبتقولوا ليه؟ هقول لك بقوله عشان ما فيش حد من المسؤولين، يا ريت لو بيسمعونا يعني ما تحاولوش تفكروا فيه من اساسه، لان ال5 مليار حتى لو ضختهم هيتصرفوا وهترجع تاني نفس الازمه. طول ما عندكش انتاج وما عندكش تصدير. عندنا زياده في التصدير كويس، لكن محتاجين نزود اكتر في الانتاج، محتاجين نزود اكتر في التصدير، محتاجين نزود اكتر في كل الحاجات اللي بتدخل لنا دولار كلها، قناه سويس بقى، سياحه، تصدير، استثمار اجنبي مباشر، كل ده محتاجين نزود فيه. غير كده لا 5 ولا 10 هينفعونا. طيب نرجع بقى لكلام الرئيس. هل صندوق النقد هيدينا القرض اللي احنا خدنا منه 347 مليون دولار ومغلبنا لحد دلوقتي على الشريحه الثانيه؟ انا شايف ان كلام الرئيس مش هيأثر في قرار الصندوق. يعني ايه مش هيأثر؟ يعني زي ما احنا ان شاء الله، يعني هتقول انت بتقول ان شاء الله ان احنا ناخد قرض، هقول لك طالما محتاجين القرض يبقى اقول ان شاء الله ناخده عشان يفك ازمه. فانا شايف ان الكلام اللي قاله الرئيس مش هيخلي الصندوق يعند معانا. لا، ليه؟ هتقول لي ليه حضرتك؟ هقول لك لان الصندوق متفاهم جدا الوضع الاقتصادي او صعوبه الوضع الاقتصادي في مصر. عارف ان المساله ان الدولار يطلع حوالي 100% من 15.76 ل 30.94 هوب كده في حوالي سنه، والاسعار تنط النطه دي، ده مش حاجه سهله خالص على المصريين ولا على اي حد، لا مصري ولا غير مصري. وبالتالي هو عارف كويس جدا ان اي تعويم تاني طالما احنا ما عندناش الوفره في الدولار اللي تخلينا نقدر نحكم السوق الموازي ونقضي عليه، مش هيكون في صالح المصريين وهيلبسنا في الحيط. عشان كده هو اعتقد ان صندوق النقد متفاهم كويس جدا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومش هيبقى فيه اي مشاكل خاصه بالقرض. يعني اعتقد ان احنا ناخد الشريحه الثانيه ما فيهاش مشكله خالص. هنكمل في الشريحه وبعدين ناخد القرض كله اللي هو 3 مليار دولار، ما فيهاش مشكله. خاصه ان الهدف الاول دلوقتي عند الصندوق كان هدفه حاجتين: ان الدوله تطلع من الاقتصاد، دي حاجه، تاني حاجه تحرير سعر الصرف، ومفيش يعني اكتر من اللي حصل من 15.76 ل 30.94. فخلاص حتى لو هنعوم بعد كده فمش دلوقتي، لما الدنيا تظبط معانا شويه. الحاجه الثانيه، ال 32 شركه اللي المفروض نبيع فيهم حصص، شركه حكوميه يعني. النهارده لسه الحكومه اعلنت انها عينت مستشار مالي دولي عشان يساعدها في برنامج الطروحات. انا شايف ان القرار اتاخر. ما انتوا قايلين من فتره ان احنا هنعمل ده، ان احنا هنبيع، والمفروض ان انتوا مدين لنفسكم مهله ان انتوا على 30/6 اللي احنا فيه هتكونوا انتهيتوا من بيع جزء كبير من الشركات. جاي دلوقتي النهارده 18/6 بتقول لسه هتعين النهارده. ما اعرفش، اكيد عندهم اسبابهم. طيب الحاجه الثالثه، ان انا شايف ان كده تقدر تقول في ثوره مش عربيه بس، ده عربيه واجنبيه على صندوق النقد الدولي. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء قبله كلام للرئيس التونسي اللي قال لك انا برفض املاءات صندوق النقد الدولي، لان صندوق النقد الدولي كان بيقول لتونس الغي الدعم او خفض الدعم بشكل كبير. فهو الرئيس التونسي قال لك لا، انا بلغي الكلام ده كله. طب هل الرئيس التونسي والرئيس المصري بس اللي واخدين موقف ضد صندوق النقد الدولي؟ لا. الغريبه ان امين عام الامم المتحده امبارح في تصريحات ليه بيهاجم صندوق النقد الدولي، وبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان صندوق النقد الدولي بيطالب صندوق النقد الدولي باجراء تغيرات في هيكله، وبيهاجم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبيقول لك ان هم تركوا عشرات الدول مثقله بالديون. ده امين عام الامم المتحده هو اللي بيهاجمهم، مش مجرد زعيمين عرب بس، لا. فواضح يعني ان صندوق النقد الدولي يعني ريحته فاحت زي ما بيقولوا. خلاص هو عمال يدخل كل دوله يورطها، ورط وخلاص. عشان كده الدول بدات تفوق وبدات تقول لا، اكتر من كده مش هيتحمل. زي الرئيس السيسي ما قال لك كده،
قال لك طب يعني لما نفضل نزود هتحسب لي الدولار بقى بتاع العلف، هيحسب لي الدولار على 30 ولا على 8 ولا على 16 ولا على 40 ولا على 100، وهيحسب لك اللحمه بكام والفراخ بكام. ما هو ده كله فوق دماغنا، فوق دماغ المواطن في مصر بقى، في تونس، في اي دوله. عشان كده المفروض ان صندوق النقد الدولي يبدا يراجع حساباته تاني، لان يعني شكلك مش حلو، شكلك مش حلو، ريحتك فاحت. يعني اهدى شويه علينا، اهدى شويه علينا كعرب، واهدى شويه على الدول اللي زي حالتنا كده، وخف شويه. يعني زودنا لك من 15 76 ل 31 ولا 30 94، انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ادفع بقى الشريحه تانية وخلي الدنيا تمشي، خلي الدنيا تتحرك. وخلي بالك، اعتقد والله اعلم ان بعد تصريحات امين عام الامم المتحده بالذات، مستثمرين كتير مش هياخدوا بكلام صندوق النقد الدولي قوي. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك احنا دايما، حتى كنت بكلمك قبل كده واقول لك قرض صندوق النقد الدولي ال 3 مليار اللي احنا عايزينهم دول، ولا ال 1.9 مليار اللي عايزاهم تونس، مش هم دول اللي هيحيوا مصر ولا هم اللي هيحيوا تونس خالص. بس احنا بناخدها او تونس بتاخدها شهاده ثقه، عشان المستثمر الاجنبي يجي يستثمر عندك، يستثمر في مشروعات ويستثمر في اذون خزانه، ادوات دين حكوميه، يشتري يعني يسلفك، يعني يسلف الدوله، يعني يبقى عارف ان صندوق النقد ضمنك اهو. طب لما يسمع المستثمر الاجنبي في كل دول العالم، يسمع الكلام ده من زعيم وزعيمين ومن رئيس او امين عام مؤسسه او امين عام الامم المتحده، كل دول بيهاجموا الصندوق وبيقول لك لا، ان الصندوق بيورط الدول. انا اعتقد ان المستثمر الاجنبي مش هيسمع للصندوق بعد كده. يعني مش مجرد ان الصندوق يقول لك لا خلاص انا مش هدي مصر قرض، انا بقول لك ان ده مش هيحصل، بس حتى لو قالها يعني ما اعتقدش ان المستثمر الاجنبي هيخاف يستثمر في مصر، لا برضه هيستثمر في مصر. توقعاتي والله اعلم. في النهايه يا رب نفضل صامدين على موقفنا، ويا رب ما نسمعش كلام جولدمان ساكس لا 5 مليار ولا 10 مليار ولا الكلام ده كله. اشتغل على الانتاج، هو ده اللي هيعدينا من الازمه. في النهايه ربنا يعدينا من الازمه دي على خير، وتقبلوا تحياتي. سمير فضل. السلام عليكم.